السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة واموركم كلها بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الفيديو ديال جري عليا نجري عليك نهار واش من نهار يعني. صراحه كان واحد النهار اللي متعب شويه. ما بركتش فيه نهائيا. المهم غادي تشوفوا معايا الفيديو شنو كان فيه في هذا النهار. يعني صوبت شويه ديال الاشياء اللي خديتها معايا عند صديقتي كنت شاركت معاكم قبل. كانت جات عندي صديقتي اماراتيه، خدات واحد المنزل يعني هكذا، خدات واحد الدار صافي، وكانت كتصوب فيها هكذا، ويعني كانت بوحدها. فانا اللي صراحه قلت لها غنجي نعاونك هكذا، لانه حتى هي عيانه شويه يعني صحتها على قدها. فما فيها باس الواحد يعاون الواحد، الا ما عندوش العوين نعاونوه، ما كاين ما فيها حتى شي باس، بالعكس هذا اجر وثواب عند رب العالمين. غتقولي انت ملي كنتي كتحاولي حتى واحد ما عاونك. الحمد لله هي ما كانتش الصراحه، ما كانتش في هذا الوقت، ولكن الحمد لله انا دائما فيا هاد الطبع. اي حد محتاج ليا وكنعرفو اولا كنحس بانه هو محتاج ليا، وانا الحمد لله نقدر نعاونو باي حاجه. فالمهم هذا الشيء اللي كاين في يعني في هذا النهار. غادا ناخذكم معايا شويه برا، وغادا نصاوبوا واحد المربى ديال الفراوله ايضا، وغادا نصاوبوا واحد سميتو ديال الهالة السوداء، واحد الماسك ديال الهالة السوداء تحت العينين. صافي، وغادا نخرجكم معايا ندوركم شويه في واحد بحال كاريفور. فهنا كما كتشوفوا بديت كنصاوب في دوك في القرص، غادي نصاوب شويه ديال القرص، وغادي نصاوب شويه ديال الكرواسه بشكلين وبحشوه مختلفه. بالنسبه للعجينه غادي تلقاوها في راه دايرها معكم من قبل، غادي تلقاوها ان شاء الله يا اما في اخر هذا الفيديو اولا غادي تلقاوها في صندوق الوصف تحت. هاد العجينه بنات بزاف جربوها، كتجي رائعه، كتجي غزاله، سواء في الشناك، سواء في الكرواسون، سواء في القرص، في البريوش حتى هو اللي كيكون بكريم باتيسري. راه درت معكم اشكال عديده، وبشهاده البنات يعني تبارك الله عليهم، الله يعطيهم الصحه، كانوا دائما تيرجعوا تيقولوا لي بشرى العجين جربناها وغزاله. انا هاد العجين هي اللي معتمده عندي، وهذه هي طريقه العجين ديال مخابز. فهذه كنصاوب بها الشيء ديالي، وكنديرو في المجمد، وكنجبدو فقط تكيفك يعني ما كنسخنوش. صدقوني البنات بحال يلا طالع من الفرن. فالمهم هنايا كما قلت لكم درت شويه ديال الكرواسون، درتها بالشوكولات، ودرتها بواحد الحشوه اخرى اللي هي الحشوه كانت بقات ليا من ديك الحشوه ديال البريوات ديال الكاوكاو. فبقات ليا قلت علاش ما نديرش بها كرواسون، يعني ما كانش عندي المربى وما كانش عندي الجبن، كان عندي غير الشوكولات. قلت خليني ندير جوج انواع ديال يعني هكذا ديال الكرواسون بجوج انواع ديال الحشوات مختلفه. وهنايا درت كرواسون مربعه والثانيه مثلثه، والقرص يعني ثلاثه ديال الاشكال. وكان مازال عندي كوكيز حتى هو غادي ناخذه معايا ان شاء الله. فهنا غير بغيت نوريكم الاشكال، اما العجين ولا الطريقه راه موضحه لكم في الفيديوهات اللي قبل. هذا هو الشكل ديالهم البنات بعد ما طابوا. الكرواسون درت عليه شويه ديال السكر بودره، والكرواسون ديك المربعه خليتها شويه ديال الكوكيز، ودرت شويه ديال القرص. صافي هادشي اللي. صباح الخير البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. بلاتي ناري ما بان ليا والو. لاباس عليكم؟ الصباح دابا والله الا زوين الواحد يخرج يتمشى الصراحه. المهم دابا غادا نمشي عند هذيك
صاحبتي بغات تمشي، خدات واحد الدار جديده وبغات تمشي تقادا، فقلت نمشي نعاونها مسكينه غير بوحدها. المهم واخده معايا فطوري اللي وريتكم. فان شاء الله هادشي اللي غادا نبدا به نهاري اليوم. ان شاء الله لا درت شي حاجه ضروري غادا نشاركها معكم. ما ديرش على صوتي، غادي يبداني واحد البرد. المهم راكم عارفين ديما ديما هاد المرض حاقر عليا. يلا بغيت غير نصبح لكم، وان شاء الله لا درت شي حاجه هذا النهار غادا نشاركها معكم، وصباحكم مبروك. المهم البنات، مشيت عند صاحبتي ساليت، يعني ما صورتش لكم لانه كانت الدار مرونه وداكشي، وبقينا يعني تشغلنا مع الجميع. فمشيت عندها، ملي كملت داكشي خرجت مشيت لفتح الله، هذا داير بحال كاريفور. كنت محتاجه شي حاجه وقلت خليني ندير لكم شي دويره. المهم شوفوا شنو فيه، راه كنت صورته لكم من قبل. هنايا كاينين دوك الكيسان، هو فيه 2 طوابق، والبنات ديما كيسولوني على السميد والدقيق والكسكسو منين كناخذو. فانا كناخذو من هنا من فتح الله. وغادي تلقاو ايضا في كارفور لانه هما نفس السلعه فيه، ولكن هذه المدينه اللي انا فيها فقط غير فتح الله هما ملي كناخذ. المهم هنا قلت نصور لكم شويه طبوقه. هنا الطبق خديته من هذه البلاصه نيت، باش كنت كنقلب على الالوان ما لقيت غير ساده. دابا جابوا الالوان زوينين صراحه، ولكن ما يعني ما مشيتش ليه باش ناخذو ان شاء الله مره اخرى وناخذهم. صافي هادشي اللي كاين في هذا، يعني انا ما درتش فيه بزاف، فقط خديت داكشي اللي كنت باغا. المهم هنا البنات رجعت للدار، مشيت باش غادا ندير مربى ديال الفراوله. كانت عندي الفراوله
فيها كيلو ديال الفراوله، نص كيلو ديال السكر. كل كيلو فراوله كديروا فيها نص كيلو سكر. هنا انا قطعت كل فراوله قطعتها على 4 لانه كنبغي شويه يبقاو دوك الطريفات باينين، ودرت نص كيلو سكر عليهم. ممكن تنقصوا من السكر، ممكن تزيدوا فيه على حسب الذوق ديالكم، ولكن الافضل نقصوا. هنا انا ما درتش حتى دوك نص كيلو كامله، ما درتهاش، درت قل صافي وخليتها ليله كامله، غطيتها خليتها ليله كامله حتى ثاني يوم باش تطلق لينا هذاك الماء اللي غادا طيب فيه الفراوله. يعني ما غاداش نزيدوا فيها الماء نهائيا. هنا انا ما حركتش مزيان، بقات لي شويه ديال السكر لتحت، معليش حيدته حتى هو ضفتو حركت. صافي كما قلت لكم كتخليوها حتى ثاني يوم باش تطلق الماء اللي غادي يطيب فيه الفراوله. هنايا غادا نشغل عليه النار، تكون شويه نار يعني مهم كندير انا نار شويه متوسطه. وغادي نحتاجو ايضا واحد عصير ديال الليمونه. بالنسبه للعصير ديال الليمونه غادا نخليوه حتى تغلى عندنا الفراوله ديالنا. هذا باش غادا نضيف ديك العصير ديال الليمونه، ونقول لكم على يعني على بعض الاسرار ديالها باش تجيكم هاد الفراوله لذيذه وزوينه. فهنايا كما قلت لكم غنشغل عليها النار وغادا نخليها حتى تتغلى مزيان وتطلع واحد الرغوه بيضاء. نبقاو نحركوا يعني ما نغفلوش عليه. نطلع لنا ديك الرغوه بيضاء نحاولوا اننا نحيدوها. المهم هنا في نفس الوقت مشيت كنجهز الغداء. درت السمك، كان عندي هاد السمك، كان عندي سمك ثاني داك السبور، درت ليه بهارات، المهم بهارات ديال السمك سميتو الثوم الليمون صافي وخليته باش غادا نطيبو. غندرج منه غير شويه ديال السلطه وشويه ديال الرز الصياديه. ورجعت هنا الفراوله ديالي، بديت كنحيد ديك الكشكوشه ديالها من الفوق، لانه هاد الكشكوشه غتخلي لنا الفراوله تجينا ما تجيناش حمراء بزاف وتا المنظر ديالها ما زوينش. المهم اي الهضره كتلف ليا وانتي واقفه جنب منها وانتي كتحلي عليها وكدا تشيكي عليها، تحيدي ديك الرغوه وتقدري كاع تخليها حتى الاخر تطيب فراوله وتحيدي ديك الرغوه. المهم انا غير بانت لي يعني المنظر ديالها ماشي هو هذاك، قلت نحيدها من الاول كل مره هكذا نحيدها حتى كطيب. صافي هادشي اللي كاين البنات. وبعد ذلك كما قلت لكم غادا نضيف ديك العصير ديال الليمونه، غادا نضيفو عليه ونبقى نحرك. راه دغيا كيطيب يعني ما تغفلوش عليه بزاف باش ما يطيبش لكم بزاف ويمشي داك الطعم ديالو، وايضا يعني ما يبقاش فيه داك الطعم ديال الفراوله، لانه قد ما طاب قد ما المفعول ديالو او الفائده ديالو كتمشي. صافي هنايا ضفت العصير ديال الليمونه عندي، حركت مزيان وصافي خليته يعني هذه بقات لي غير ديك. المهم انا خدام معايا تقريبا شي 20 دقيقه ولا شي 25 دقيقه، لانه ما كنتش معلي عليه النار بزاف. وكما قلت لكم نتوما يعني كطيبوا نتوما كتحيدوا ديك الرغوه البيضاء باش ما تخلطش لنا مع الفراوله وتخلي لنا اللون ديالو ابيض. هنايا صافي قرب يطيب يعني بقات لي غير شي 5 دقائق. بغيتو تعرفوا واش طاب ولا مازال، كتجيبوا شي طبيسيل هكذايا ديروا فيه شويه ديال الفراوله وتخليوها هكذا، وراه يعني ديك الساعه الا شفتوها ما كتحركش وجامده بحال الطريقه ديال ملي كنتيستيو العسل، يعني لا ميلتو الطبسيل هكذا وهكذا وبانت لكم يعني ثقيله وشاده في راسها ما كتحركش، صافي غادي تطفيو عليه. لقيتوها مازال سائله يعني هكذا سائله مازال كتحرك بسهوله، غادي تخليوه واحد شويه وتبقى وحده باش ما تغفلوش عليه. المهم انا هنا عمرت ليا هاد القرعه هذه كبيره وعمرت لي واحد الطويسه صغيره. ان شاء الله غادي نعطي منه لصاحبتي انه عزيز عليها هاد سميتو ديال الفراوله ديال المربى ديال الفراوله ديال الدار. فهذا كيجي الشكل ديالو ما نقولش لكم البنات كيجي لذيذ وكفايه انك انت عاملاه بايدك مثلا لوليداتك للزوج ديالك حتى لك انت ومتحكمه فيه وعارفه اشنو فيه وما فيش مواد حافظه. المهم صافي حطيت داك الشيء في الثلاجه، مشيت هنا غدا نصاوب واحد الماسك اولا واحد الكمادات ديال الهالات السوداء. جبت خياره وجبت القطن وجبت واحد العلبه فاضيه. نتوما هنا بغيتو تطحنوه مع شويه ديال الماء طحنوه. انا هنا خياره بشرتها كما هي لانه جلده غطير في وقت اللي غادا نحك، وبغيت شويه ديال ديك الجلده ديالها حتى هي تبقى راه يعني راه حتى هي مزيانه ومفعولها مزيان.
صافي البنات، هادو كما قلت لكم هاد الكمادات غزالين كيحيدوا الهالات السوداء. غير كنعكز عليهم، ولكن قررت اليوم قلت غادا نديرهم في ديك البواطه. ملي غادي تشوفيهم قدامك غادي ديريهم في الثلاجه، كل مره تحل الثلاجه غتشوفيهم قدامك غتجبديهم غديريهم. صافي انا هنا ما عنديش دوك القطينات الدائريين، عندي غير كان عندي قطن القطن اللي كنديروا على الحنه. قلت والله ما نتفك معاه، قطعتهم هكذا مربعات صافي، ويعني درتهم في هذه البواطه هذه. غادا ندير عليها داك الخيار ديالي. ما تخافوش، هذا الخيار راه كيطلق الماء ملي كتديروه في صافي كتخليوه واحد فتره في الثلاجه كيطلق الماء. يا اما كما قلت لكم طحنوه في الطحانه حتى يولي عندكم ماء، يعني يولي عصير هكذايا مع شويه الماء وصافي، وغادي تحطوه على هاد القطينات ديالكم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انه هادشي اللي انا كندير فيه في هاد يعني في هاد العلبه هذا كيتباع موجود، كيتباع في ماركات عالميه وغالي جدا، يعني بحال هكذايا كتلقاو قطينات فيهم هاد الماء ديال الخيار وكتحطيه على عينيك هكذا، كيتباع غالي جدا. فلما لا، علاش ما نديروش حنا هادشي بايدينا؟ رخيص، خيار هي ما مكلفاش 10 ريال ولا ما عرفت شحال، وشويه ديال القطن، يعني ماشي ضروري اي قطن، المهم القطن اللي عندك، المهم انه شي حاجه ملي تهزيها هكذا تحطيها تكمدي بها عويناتك. صافي هكذايا درتهم، غادا نسدها، غادا نحطها في الثلاجه، يعني تحتفظ بها في الثلاجه، وفي الليل تجبدي منهم قطينه هكذايا تحطيها على عينيك. راه في مده 10 ايام او لا اقل من 10 ايام، يعني لا داومنا عليه بطبيعه الحال وما عكزناش، كتلقاي الهالات خفت وكتمشي مره واحده. هذا الا ما كانش عندك شي حاجه وراثيه، او الهالات يعني جايه من بسبب الكبده او الكلى او لا امراض ثانيه، الا هالات غير ديال السهر وديال التعب راه كيحيدهم. صافي هنا البنات كما كتشوفوا هذا هو الغديوه ديالي ديال الزربه. المهم قليت داكشي زربت عليه الروز، داكشي سلطه. هذا كان هو الغديوه ديالنا يعني، والحمد لله. فهنا كيكون الفيديو ديالي تسالى. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا من شي حاجه ولا فكره واحده كما كنقول لكم دائما. فكنتمنى اي فيديو نديرو تكونوا كتستافدوا منه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي التعليق ديالكم، كيفرحوني بزاف. وما تنساوش تخلوا لي اللايك ديالكم باش نعرف انه هاد الانواع من الفيديوهات راه كيعجبوكم وكيحمسوكم. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، ونقول لكم مع السلامه حبيباتي، وسمحوا لي على الصوت راكم عارفين ضربني البرد، فالله ينجيكم يا رب، ومع السلامه.